السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم دايرين؟ ان شاء الله كاع تكونوا ملاح وانتم تشوفوا لا فيديو تاع اليوم جيتكم فيديو جديده اللي غادي نشارك فيها معكم هاد الوصفه تاع هاد الكاطو ولا تاع هاد البسبوسه اللي تجي بنينه بالبزاف، تجي مشربه وتجي خفيفه كي القطن. نقول لكم ما تراطوهاش وجربوها ان شاء الله، على بالي غادي تعجبكم. قبل ما نبدا لا فيديو نقول لكم ما تنساوش الصلاه والسلام على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. ونروحوا نبدو بسم الله. اول حاجه بديت بها هي شوفوا، هي الليمون. انا هنا بغيت نديرها في هادو الليمون. ديجا اللي قاعد يشوفها ما يحسبهاش كاع بسبوسه، تبان كاطو، تبان تجي الشكل تاع مادلين. المهم لو كان ما تقوليش بلي بسبوسه ما يحسبوهاش كاع بسبوسه. كيما قلت لكم اول حاجه بديت بها هذوك ليمون، دهنتهم بالمارغرين ورشيت عليهم السميد باش البسبوسه تاعنا ما تلتقناش. وثاني حاجه اللي حضرتها هي الشربات. لازم تكونوا محضرين الشربات قبل باش غير تخرجوا البسبوسه تاعكم تكونوا مشربينها، وتكون الشربات باش تشربوها وتكون الشربات تاعكم بارده. بالنسبه للشربات انا درت كاس ولا شربات ولا سيرو. انا درت كاس تاع الماء مع كاس تاع سكر، ديروهم فوق النار حتى يبدا يغلي هذاك الخليط، حسبوا له 10 دقائق وطفوا عليه. الا كان عندكم شرائح تاع الليمون ديروهم، انا ما كاش متواجده عندي، درت له كيس تاع السكر فانيلا. وهنا بالنسبه للمقادير تاع البسبوسه، درت رشه تاع الملح، درت حبه تاع البيض، كاس تاع سكر. خلطت مليح هذاك البيض مع السكر حتى بدا يذوب شويه معايا داك السكر. ضفت عليهم بو تاع ياغورت. نتوما ياغورت اي ياغورت يكون عند اي نكهه تفضلوها ديروها، فاني ولا تاع مشماش ولا مهم ولا تاع الليمون، اي نكهه تفضلوها ديروها. المهم بو تاع ياغورت تزيدوا معاهم نص كاس تاع الزيت. هنا شوفوا الكاس اللي عبرتوا به، كملوا به جميع العبر. هنا تخلطوا مليح هذاك الخليط، من بعد تبداو تضيفوا في السميد. هنا بالنسبه للسميد انا درت السميد هذاك الرطب كاع اللي نديروا به البغرير، ما ديروش السميد موايا وما ديروش داك الغليظ، ديروا السميد رطب. درت 2 كيسان تاع السميد رطب، وتزيدوا معاهم نصف باكي تاع خميره كيميائيه ولا ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه. هنا شوفوا الخليط غادي تشوفوه باللي راه ثقيل. كيما راكم عارفين ديجا السميد يشرب السوائل. هنايا غادي تزيدوا نص كاس تاع الماء، هذه ضروري لازم تزيدوا هذاك نص كاس تاع الماء وتخلطوا مليح هذاك الخليط. تشوفوا صاي داك الخليط ديجا بدا يجرى معاكم. وعلى بها قلت لكم انا لازم تكونوا محضرين هذوك الليمون تاعكم من قبل، باسكو بالخوف السميد يشرب هذيك السوائل. صافي هنا غير تخلطوا تضيفوا داك الماء وتخلطوا هكا قد ما يجرى معاكم داك الخليط، تبدو تحطوهم في هذوك ليمون تاعكم ديريكتومون. كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما خلطتها غادي نبدا نفرغ في هادو ليمون تاعي الصغار. انا هنا اختاريت هادو شوفوا الشكل تاعهم جا شباب. انا غير ما عنديش بزاف زدت كملت بهادوك تاع لي باكيت، بصح لو كان كملتهم كاع كيما هكا جا الشكل تاعهم عجبني بزاف. كيما شفتوا هنا مي راني نعمر، ما تعمروهمش حتى الفوق، خلوا هكا حوالي ربع من هادوك ليمون، باسكو كيما راكم عارفين السميد غادي يزيد يطلع كيما حنا نقولوا ينتفخ. وغادي تاني رانا دايرين ملعقه صغيره تاع الخميره الكيميائيه. هنا غادي نعمر كاع هادوك الحبات تاوعي، وغادي نزينهم من الفوق بالكاوكاو ايفيلي. هنا قادرين تزينوهم كيما تبغوا، اي حاجه تكون متواجده عندكم. انا هنا كان عندي هذا الكاوكاو ايفيلي، زينتهم به. هنا لازم ما يكونش محمص باش ما يحرقش معاكم الداخل. ودخلتهم يطيبوا على 180 درجه. هنا بالنسبه للفوغ، الا كان الفوغ تاعكم يشعل من الفوق ومن التحت، شعلوا عليهم من الفوق ومن التحت. الا كان كيما تاعي يشعل غير من التحت، انا دخلتهم طيبت شعلت عليهم غير من التحت. كي شفتهم بداو يحمروا شويه من الفوق شعلت عليهم من الفوق باش يعطوني هذاك، باش يحمروا لي مليح ويعطوني هذاك اللون الذهبي. وهنايا بالنسبه هذيك الكميه اللي بقات لي درتها في هذا البلاطو هكا مدور. تاني جا الشكل تاعها تاني جا شباب بعد ما طابوا. وتاني زينتها نفس التزيين، درت لها تاني كاوكاو ايفيلي كيما هكا ودخلتها طيب معاهم، باسكو كيما قلت لكم لازم طيبوها ديريكتومون لخاطرش هذاك السميد كيما قلت لكم يشرب بالخف، شغل يقعد يتقال معاكم.
وهذه هي. وها موالا هنايا الحبات التاوعي بعد ما خرجتهم من الفرن. شوفوا كيفاش حمروا لي، قلت لكم خلوهم يحمروا مليح حتى يدوا لكم هذاك اللون الذهبي. هنايا صاي هذاك الشربات تاعي ولا السيرو تاعي كان ديجا بارد. وانتم الا ما كنتوش وجدتوها قبل قادرين حتى طيبوهم وتخلوه البسبوسه تاعكم تبرد مليح مليح، عادك تحضروه هو وديروه تشربوا به، يكون عاده هو حامي. راكم عارفين توجو الا كانت بسبوسه بارده ديروا الشربات حامي، والعكس ولا كانت هي حاميه ديروا الشربات ولا سيرو بارد. هنا شربت كاع الحبات تاوعي. شوفوا هنا غير بالملعقه وقعدت نشرب فيهم. شوفوا هذيك الشربات من شربتهم تقول راني درت لهم العسل، جاو معسلين وجاو خفاف ومشربين علامه. شوفوا هنا غادي نحل معكم هذه الحبه، شوفوا كيفاش جاو، تحسبوا راني دارت لهم العسل ويجوا يبريو اون ديغي راني دارت لهم العسل. شوفوا كي جات الحبه تاوعي، ان شاء الله تجربوهم. وإلا جربتوهم اعطوني رايكم في لي كومونتير. وإلا عجبتكم الوصفه تاع اليوم تاني ما تنسونيش ابجام تحت الفيديو. وهنا بالنسبه للتزيين الاخير بعد ما حطيتهم في الصحن التقديم، درت لهم رشيتهم بالسكر غلاس. هذيك كيما نقولوا اختياريه، قادره ديروها قادره لا، المهم الشكل تاعهم غير هكا وجاو شابين. شنقول لكم خواتاتي، ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. الا عجبتكم ما تنساونيش ابجام. ونقول لكم قارعوني في فيديو جايه ان شاء الله. مع السلامه.